يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة على عيونكم. النهارده بقى هنعمل كحك العيد اللي بنستناه من السنة للسنة، عشان نعمل شوية كحك كده حلوين وناعمين ويدوبوا في البق دوب. الوصفة سهلة وبسيطة. يلا بقى اكتبوا لي كومنت كده حلو كده منكم ليا، واللايك بتاعكم، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم، لان الوصفة سهلة جدا واي حد مبتدئ هيعرف يعمل وهيبقى احترافي في الكحك بتاعي. زي ما انتم شايفين الشكل والطعم، يعني مش قادرة اقول لكم الجمال. انا عندي هنا على كل كيلو دقيق نص كيلو من السمنة، يعني أي سمنة بقى عندك انت تستخدميها مفيش أي مشكلة. حطيت عليهم معلقتين ونص سكر بودرة في العجان زي ما أنا ما عملت في إيدك. مفيش مشكلة، أنا السنة اللي فاتت نزلت نفس الوصفة وكنت عاملاها بإيدي، مفيش أي مشكلة خالص. هنا هضرب السكر مع السمنة لحد لما كده يندمجوا ويدوني لون فاتح. السنة اللي فاتت أنا عملت على إيدي والدنيا مشت تمام كده. هنزل بقى الجوانب وافضل بقى اضرب. ولازم نجيب يا جماعة دقيق 72% نسبة، او يكون من عند حد موثوق منه، دقيق متعدد الاستخدامات. عندي هنا يعني حتة، يعني معلقة صغيرة لو خميرة فورية، ولو الخميرة اللي هي بتاعت الأفراح ناخد حتة كده قد البندقة، على ربع كوباية مية ومعلقة سكر، ونخليهم دلوقتي على جنب. زي ما انتم شايفين انا اهو ضربت الزبده في السكر لحد لونها ما بقى يعني فاتح كده خالص. هنزل بقى بالدقيق بتاعي وبقيه المكونات الجافه. عندي هنا كيلو من الدقيق، ذره ملح. هنزل هنا بمعلقه كبيره بهار كحك، انا بحب اعمله بالبهار بيدي طعم حلو قوي. وثلاث معالق سمسم متحمص. طبعا السمنه على البارد، فاحنا هنحمص السمسم بتاعنا، نطلع كده منه الرطوبه ونديله تحميصه حلوه. هنا نزلت كمان بقى زي ما انتم شايفين بنص معلقه صغيره خالص، يعني طرف معلقه اقل كمان من نص معلقه بيكنج باودر. ونزلت هنا بالخميره بتاعتي. وعندي هنا ربع كوبايه ميه عشان الم العجينه. هنا بقى انا نسيت وسبت سبت السلاح بتاع الضرب، قمت غيرته وحطيت سلاح العجين. بصوا العجينه طالعه، بقول لكم بصوا، ولا بتشقق وطالعه. بصوا يا جماعه تحفه، العجينه تحفه. خدت بقى الكلام ده كله كده، فضيت لكم العجينه من العجين في بلاستيكه كده او بول عشان تشوفوها. بقول لكم العجينه مش مستاهله اي حاجه، عظمه بجد. هاخدها كده هلمها بس مش هعجن، هلمها واحطها في كيس وادخلها التلاجة نص ساعه كده على ما ببقى محضر حاجتي. عندي هنا بقى العجوه بتاعتي دي، وانا عاملاها في البيت. كنت منزلها فيديو، ده بلح رمضان وانا عاملاها عجوه. هبتدي بقى ان انا اخد حته كده، بصوا بسخنها في ايدي، امشي كده السمنه زي ما انتم شايفين، لونها حتى هيفتحها عن العجينه اللي معايا. بوريكم الفرق. واخد بقى قطعه كده كده، وابتدي ان انا احط فيها كده. بصوا امسك اعمل لها حفره صغيره واحط فيها العجوه عشان ما تبانش مني من اي ناحيه، وبالراحه كده ابططها واعمل لها صور كده شكله حلو. تبقى شكل الكحكايه كده، تاكلي الكحكايه يعني العين بتاكل قبل البق. طبعا هو البق، عايزه اقول لكم الكحك ده هيعجبكم جدا. بصوا التشكيل بتاعي، انا بحب قوي الشكل ده، يعني الشكل دوت انا بيعجبني قوي، بيمزجني كده زي ما بيقولوا. بصراحه شكله شيك قوي. وهوريكم بقى الشكل العادي اللي احنا بنعمله دوت بقى كده الشكل العادي. عايزه تعملي تشكلي باي حاجه عندك بقى انت تانية غير المناقيش. انا بحب المناقيش، رمضان والعيد والكحك يعني منقاش. عايزه تعملي بالاشكال بقى اللي نازله والبصمات، مفيش اي مشكله خالص. انا هنا بوريكم واحده تانية، اعملي بقى وشكلي زي ما تحبي. دي بقى مرحله التشكيل. هعمل ايه بقى؟ هخلص كل الصواني بتاعتي، واول صينيه انا شكلتها همسكها اخبزها. تمام، على نار هاديه. انا هعلي الفرن يسخن. لو فرنك عالي زي حالاتي انا بوطي النار عشان يطلع. بصوا كده عمل معايا الكميه دي وصينيه كمان. ده كل دوت من كيلو دقيق واحد. ما شاء الله، انت بتشتري الكيلو جاهز بيديكي 7 8 كحكات مليانين سكر. لا، هاتي كيلو دقيق واعملي الخير ده كله، املي بيتك كله خير. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا جماعه انا خبزته على الهادي خالص، طالع معايا بالعظمه دي. انا بوتاجازي عالي، فكل واحده فينا هتقدر تتحكم في الفرن بتاعها. انا وطيت وطلع معايا بالشكل العظمه ده. عايزه اقول لكم يا جماعه ناعم ودايب ويستاهل بقكم بجد. والله العظيم ثلاثة شويه كحك عظمه بجد. الكيلو هيدي معاكي. هنا بقى حطيت له السكر زي ما انتم شايفين كده. سكر البودره انا بطحنه برده في البيت، ما بجيبوش من بره. هنرش بقى كده ونرص، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا، ويجعله كده عيد سعيد على الكل يا رب. من كيلو دقيق هتملي بيت الخير
ما تشتريش الكحك من بره، وجربي الوصفه بتاعتي على البارد، ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. الكحك كده يا جماعه بتتحط في البق بيدوب. اللهم اني صايمه، شكله يفتح النفس. عايزه اقول لكم جميل بجد. اشوفكم في فيديو جديد، وسلام.